السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في صحه جيده وفي احسن الاحوال. وكنبغي نشكركم على التفاعل ديالكم وعلى التعاليق في القناه. اليوم غادي نشارك معكم سباغيتي بصوص طوماط محبوبات الكبار والصغار. ندوزو نشوفوا المقادير. عندي 250 غرام ديال سباغيتي، جوج حبات ديال مطيشه محكوكين، نصف ملعقه ديال البزار، نصف ملعقه صغيره ملح، نصف ملعقه من الخرقوم، وجوج حبات ديال الثومه محكوكين. عندي كميه من صوص طوماط، كميه من قزبر ومعدنوس، وجوج حبات ديال الفرماج ساندويتش، جوج ورقات ديال سيدنا موسى او ورق الغار. ندوزو نشوفوا الطريقه ان شاء الله. اول حاجه درت كاسرونه فوق النار، درت فيها الماء، درت شويه ديال الزيت، نصف معلقه صغيره ديال الملح، جوج ورقات ديال سيدنا موسى انا غسلتهم مزيان وزدتهم، كيعطيو واحد النسمه زوينه سباغيتي. من بعد فاش غلى الماء ضفت سباغيتي. انا استعملت الحجم رقيق وانتم يمكن لكم تستعملوا الحجم متوسط اولا الغليظ، كيبقى لكم الاختيار. ومن بعد كنضغط عليها غير بشويه بشويه هكايا، من بعد حتى كترطب لينا وما كيبقاوناش هذوك الاطراف في الخارج. وبما ان الماء سخون اولا غليان راه دغيا غادا طيب لينا ان شاء الله. وكنبقاو نحركوا فيها هكايا، كل مره كنحركوها فيها شويه حتى كيدخل الطياب، غير بشويه حتى كتدخلنا في هذاك الماء. والمده ديال الطهي ما كتكونش بزاف، انا المده اللي طيبت فيها 15 دقيقه، يعني ما خصهاش تكون طيبه بزاف باش ما كتهراش، وفي نفس الوقت كتبقى شاده راسها، يعني بهذه الطريقه هذه. ومن بعد فاش طابت حيتها فوق البوطه ودرت عليها الماء بارد باش كتحبس الطياب ديالها. في واحد المقيله كنضيف زيت نباتيه، يمكن لكم تستعملوا زيت الزيتون اولا ديروهم جوج، كيبقى لكم الاختيار. كنضيف كميه من صلصه الطماطم، ودائما الصلصه كتبقى على حسب الكميه ديال سباغيتي شحال ما درتو، يعني درتو كميه قليله كديروا لاصوص قليله، درتو سباغيتي كثيره كديروا لاصوص كثيره. ومن بعد زدت جوج دراس ديال الثومه محكوكين، وكنبقى نحرك مره هكايا في المقيله حتى الثومه تاخذ داك اللون ديالها، كتحمر شي شويه. وكنشكركم بزاف، وكنتمنى تشاهدوا هذا الفيديو هذا من الاول حتى الاخر، وتخليوا لي لايك ولي كومونتير زوينين. دابا زدت شويه ديال القزبر معدنوس، ومن بعد ضفت مطيشه محكوكه، وكنبقى نحرك هكايا غير بشويه، كنبقى نحرك مره حتى كتخلط لي هذاك لاصوص، وكتجي رائعه بزاف. كنتمنى تجربوها. ولاصوص ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا، كيفاش كتشوفوا جات عاقده، كتجي رائعه. دابا غادا نضيف نص كاس ديال الماء اللي تسلقات فيه سباغيتي، ما كنلوحوش، هي باش كنزيدوا الماء في عوض كنديروا الماء من الروبيلي، كنديروا هذاك الماء ديال سباغيتي اللي تسلقات فيه باش كيعطي واحد النكهه زوينه لاصوص. ومن بعد ما وجدت لاصوص ديالنا على هذا الشكل هذا، كنضيف سباغيتي وكنحاول ندخلها في لاصوص باش كتشرب مزيان. كنحرك غير بشويه باش كتدخلنا في هذاك لاصوص وكتشرب لينا لاصوص مزيان، ودائما على نار مهيله. وكنبقى نحرك هكايا مره حتى كتشرب لينا سباغيتي في لاصوص. وكنعتذر ما تصورش ليا المقطع ديال التقديم.
ومن بعد ما وجدت السباغيتي ديالنا زدتها شويه ديال الفرماج محكوك، يعني كيبقى اختياري. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. خليتكم على خير.